بيان إلى الرأي العام. منذ بدء ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا وإعلان الإدارة الذاتية تتعرض مناطقنا للهجمات التي تسعى لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية. هذا المشروع الذي يعتبر مفتاح الحل لأزمات الشرق الأوسط، ولا سيما أزمة المرأة التي هي محور كل الأزمات. بالتزامن مع اقتراب أي حدث مهم في تاريخ المنطقة تقوم الدولة التركية بالقيام بهجمات لاحتلال مدننا. فمع اقتراب ذكرى تأسيس الإدارات الذاتية في الأقاليم، قامت الفاشية التركية بتاريخ 20/1/2018 بشن هجمات على مدينة الزيتون، عفرين، الصمود. هذه الهجمات التي لاقت مقاومة شعبية تاريخية لم يشهد لها مثيل دامت 58 يوما، لكن نتيجة تحالفات ومؤامرات دولية تم احتلال عفرين وتهجير أهاليها قسرا إلى مخيمات النزوح. ومنذ ذلك الحين يعاني أهلنا المهجرين صعوبات ومشقات الحياة، ويتعرض سكانها المتبقين بالمدينة للانتهاكات بكل الوسائل وعلى كل المستويات، كالقطع المكثف والعشوائي للأشجار، وتغيير الطبيعة السكانية والديموغرافية للمنطقة، وتغيير أسماء القرى، والتطهير العرقي. ومنذ هذا الاحتلال أصبحت النساء ضحايا الهجمات والعنف من قبل القوات التركية والمرتزقة التابعين لهم، وتتعرض النساء للإهانة ويتم إجبارهم على الزواج وهن قاصرات، وتتعرضن للاعتقال والتعذيب والاختطاف والقتل والاغتصاب. وكل هذه الانتهاكات تأتي بعد أن كانت عفرين تتمتع كمثيلاتها من مناطق شمال وشرق سوريا بنظام ديمقراطي يحمي حقوق النساء وتحظر الممارسات القمعية وتطمح إلى العدالة والمساواة المجتمعية. لكن في ظل هذا الاحتلال حرمت النساء من تلك الحقوق، ولم تتوقف آلة القمع التركية هنا، بل استمرت في سياسة الاحتلال ونفذت تلك السياسة في سريكانية وغريسبي. في الذكرى السنوية الرابعة لاحتلال عفرين قام تنظيم داعش الإرهابي الوجه الآخر للدولة التركية بالهجوم على سجن الصناعة الذي يحوي معتقلي داعش كمحاولة لتحرير آلاف الإرهابيين المعتقلين وإعادة إحياء هذا التنظيم الذي تم إنهاء وجوده جغرافيا على يد أبناء وبنات هذا الوطن، قوات سوريا الديمقراطية. فدافعت هذه القوات مرة أخرى عن كل العالم وأفشل كل مخططات ذلك الهجوم الذي استشهد فيه 121 شهيدا قدموا أرواحهم في سبيل الحفاظ على المنطقة من شر إرهاب داعش وداعميه. إننا كمنسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية وأكبار شهداء مقاومة العصر وحملة مطرقة الشعوب، ونحيي صمود شعبنا المهجر في عفرين وشعبنا الذي ما زال يناضل داخل مناطقنا المحتلة، ونؤكد بأن تحرير مناطقنا هي استراتيجية عملنا، وسيكون هذا التحرير بإرادة وإدارة المرأة. كما نناشد المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة وجميع دول العالم للخروج من صمتهم حيال ما تعرض وتتعرض له مناطقنا بشكل عام ومناطقنا المحتلة بشكل خاص، والقيام بواجبها تجاه شعوب المنطقة وكف يد تركيا في المنطقة وإنهاء خرقها للمواثيق والقوانين الدولية، والاعتراف بالإدارة الذاتية الديمقراطية كمنهج للحل للأزمة الراهنة في سوريا. المجد والخلود للشهداء. عاشت مقاومة الشعوب، عاشت ثورة تقودها المرأة. منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة 19/1/2023. جن جيان آزادي، جن جيان آزادي، جن جيان آزادي.